ويا مساء الخير، مرحبا، كيفكم؟ بتمنى تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا فيديو جديد ويوم جديد. وعايزة اقول لكم جمعة مباركة عليكم لو انتوا بتشوفوا الفيديو ده اليوم الجمعة. اليوم هعمل ستيك. ويا جماعة عايزة اقول لكم انه ده ألذ وصفة ستيك انا عملتها في حياتي. بجد ما بتتخيلوا كيف طعمها كان خرافي. اول حاجة بالنسبة للستيك علشان ناخد طراوة اللحمة كويس وناخد طعم الستيك الجميل، لازم يكون اللحمة أصلا خاصة بالستيك، بيكون فيها نسبة من الدهون. بعد كده هتيجوا على الجريل، تسخنوا الجريل كويس جدا جدا علشان تدوا الستيك صدمة من الاتجاهين. كل ما كان الجريل بتاعكم حار بتحافظوا على طراوة الستيك لأنه ما بيطلع سوائل. السوائل اللي في اللحوم ما بتنزل، فعشان كده بتحافظوا على العصارة اللي في اللحم. فأنا هأدي الستيك صدمة بالاتجاهين. بعد كده هاخد اللحم لسه طبعا ما هيكون استوى. هنا هضيف شوية زبدة وهضيف عليها شوية زيت عشان الزبدة ما تحرق. بعد ما الزبدة تسخن كويس بعد كده هرجع الستيك للمرة التانية، وفي الخطوة دي أنا هخلي الستيك لما يستوي. أنا هنا سيحت شوية من الزبدة، لقيت الكمية كبيرة فشلت جزء منها. بعد كده هرجع اللحمة تاني على الجريل، وهخليها برضو تستوي من الاتجاهين. يعني هفضل اقلب فيها كل شويه. بس الجريل بتاعي انا فيه غطاء اللي هو بيكبس زي الضغط كده، فالنوع الجريل ده ممتاز جدا جدا في الستيك. برضو بيحافظ لكم على العصارة اللي في اللحوم، وبيضغط لكم تستوي بسرعة، وكمان في نفس الوقت بتستوي حلو. هو الجريل ده نفس الضغط بالضبط، لأنه لما تقفلوها ما بتكون كأنها مغطاية، عادي بتكون مضغوطة. الناس اللي عندهم زي الجريل ده بيكونوا فاهمين انا بتكلم عن شنو. بيضغط كده، بتحسوه كاتم الحرارة او البخار جوا ما بيتبخر. فبكده بتستوي معاكم اللحمة. اول حاجة اللي انتوا خدتينها بتستوي معاكم بسرعة، وكمان بتستوي معاكم استوى حلو. بعد كده انا هنا بعد ما خديت رجعت اللحمة على الزبدة، ارش فيها بس شوية ملح وشوية فلفل، وهنا عندي أوريجانو ورشيته شوية. ممكن تضيفوا برضو إكليل الجبل اللي بيجي طازج أو حتى لو مجفف، بيكون ممتاز، بس أنا ما كان عندي وأضفت أوريجانو. بعد كده هأضغطها، وطبعا هفتحها كل 5 دقايق كده أقلبها. اتحمرت معي شوية بس لأنه أنا زوجي ما بيحب يعني اللحمة كل ما استوت بزيادة كل ما اتحمرت بزيادة ممكن ياكلها يتقبلها، بس غير كده ما بيتقبل اللحوم. فحمرتها بزيادة أنا، وزيادة زيادة كمان، يعني زيادة عن المطلوب. بس يلا ما في مشكلة، سهيت عنها شوية. بعد كده انا هشيل هنا اللحمه كلها، وهاخد الجريل ده بمنديل كده، اخد كل مثلا لو في شوايب او حاجه تاخدوها. بعد كده للصوص انا هعمل مشروم. اضفت مشروم وزودت عليه شويه زبده علشان الزبده اللي كانت في الجريل انا شلت منها شويه بالمنديل، فزودت شويه زبده. وبعد كده هقلب المشروم عليها. طبعا لو المشروم عندكم طازج اللي هو الفطر، لو عندكم طازج بيديكم كمان طعم خرافي، بس انا ما كان عندي طازج فخديت اللي بيجي معلب. هقلبه كده كويس لحد ما يكون لونه ذهبي كده زي ما انتم شايفين. لونه جميل جدا جدا. بعد كده هنا ممكن انتوا تستغنوا عن خطوة الدقيق وتضيفوا كريمة اللي هي كريمة طبخ، بس انا ما كان متوفر عندي كريمة طبخ، فاضفت ملعقة دقيق وهضيف عليها حليب. اذا عندكم كريمة طبخ فهي اصلا اوريدي سميكة، فما بيحتاج انكم تضيفوا دقيق. فانا عشان ما عندي كريمة فاستخدمت ملعقة دقيق مع الحليب. وهقلب كده كويس لما تبتدي انها تغلي، او الدقيق يتخلط كويس مع الحليب عشان ما يكلكع. بعد كده هظبط الملح، تشوف الملح تظبطوه. يا جماعة بناتي جوا بيلعبوا ما قادرة اقول لهم اسكتوا، فاتغاضوا يعني عن اصوات الضحك دي. المهم بعد ما اقلبها كده كويس بعد كده هرجع فيها اللحمة، وهحاول انه ادخل الستيك في الصوص ده كويس جدا. هقلب كده كويس واغطيه بالصوص. وبعد كده برضه هاضغطها تاني وهخليها تغلي كده لمدة 5 دقايق او 6 دقايق. بعد كده هتكون استوت تمام. يا جماعة ما أقول لكم بجد كيف طعمها خرافي، أقسم بالله أول مرة أحس إني عملت استيك بالرهابة دي. فبس كده بعد ما تغلي لمدة 5 دقايق حيسمك الصوص. بعد كده انتوا تقدروا لو بتحبوا إنكم تاخدوا الاستيك تطلعوه وتضربوا الفطر أو المشروم ده تضربوه بالبلندر عادي، بس أنا ما بحب أضرب المشروم بالبلندر. بحب يكون كده يعني المشروم موجود. فبس قدمته بالشكل ده. يا جماعة طعمه خرافي خرافي خرافي.
قدموا جنبه سلطات، قدموا جنبه الحاجة اللي انتوا بتحبوها. بجد يا جماعة حاجة كده فنانة. عايزاكم تجربوها بالطريقة دي وتوروني رأيكم. بجد يا جماعة ما قادرة أقول لكم كيف رهيبة. فبس كده، أنا أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد بكرة، وفي أمان الله.